هلو هلو، النهاردة هنعمل إسدال لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا الأيام دي كلها بالخير، ونقدر نستغل الشهر بكل الطرق إن شاء الله. أول حاجة أنا جبت القماش اللي معايا، هو 2.5 متر قماش كنار. تنيته بالنص. حلو كده، تنيته بالنص عادي جدا. وبعدين بدأت اخد العرض بتاع الإسدال أو مقاس. باخده ازاي؟ بروح اقيس على نفسي مقاس أكبر حجم عندي. حلو كده. وبعدين باخده على طول على القماش بالمزورة كده، بقيس عندي مقاس. المقاس اللي انا خدته باخد مثلا 90. هو في الغالب الاسدالات بتكون 90 عشان هو المفروض يكون فضفاض كده وواسع. ففي الغالب يعني احنا بنمشيها 90، ممكن 100 لو مقاس كبير شوية. فانا اخدت 90. هو طبعا عشان مش ليا، هو الماما، ف90 كان حلو قوي وكان فضفاض كده وجميل خالص. المهم بدأت اخد ال90 ده على القماش. حلو كده. واول ما وصلت لحد 90، حتى انا كنت محتارة اخد 90 ولا اخد 100، بس اخدنا 90 لان هو ازاي يعني يكون مش واسع قوي قوي قوي، وبعدين مش ضيق قوي برضه، هو بيكون حلو كده عشان الصيف بقى والحر والجو ده. المهم اخدت في الاخر على 90، وبدأت اخدت علامة كده او مسكت بايدي، وبعدين بدأت أتني كل القماش على المقاس اللي أنا خدته والعلامة اللي أنا علمتها كده، وبدأت أظبطه كله على بعضه أهو كده. هبدأ أظبط بس القماش كويس عشان أنا هيفيد معايا جزء. يعني أنا بعد الجزء اللي أنا حددته ده هيفيد معايا الجزء ده اللي أنا هعمل منه اللي هعمل منه الطرحة، واللي هعمل منه كمان الأكمام. حلو. ظبطت كده القماشة كويس، وبعدين هبدأ أقصها. أهم حاجة بس أظبط القماش عشان ما نندمش في القص. وبعدين بدأت أقص عادي جدا الجزء ده، ورحت شيلته على جنب. طيب بعد كده، ده الجزء اللي هنشتغل عليه. هجيبه واروح اتنيه كمان مرة. احنا الاول كنا تانيين مرة، وادي هتني المرة التانية. حلو كده. وبعدين برضو ابدأ اظبطه، ويعني اجيبه كده بالظبط عشان نبدأ نشتغل عليه. بظبطه كده كويس بس علشان يبقى كويس معايا ومتلخبطش. بصوا بقى الجزء ده راح مني في التصوير، فعملت قست في الاول 10 من فوق كده، ومن تحت عملت 12 او 11 على حسب برضو الوسع اللي انتي عاوزاه. هو 12 كان حلو قوي بصراحة. 12. وبعدين اخدت كمان 1 سنتي من فوق كده، وبعدين يبقى ما هو انا بعيد تاني. اخدت 10 واخدت 12، وبعدين اخدت 1 سنتي بس نازل لتحت كده عشان الرقبة الخلفية، ووصلت مع بعض زي ما هبين معاكم. بس كده، دي الرقبة الخلفية والرقبة الأمامية. طيب بعد كده هنعمل هنحدد مع بعض الكم بتاعنا او وسع الكم. هو ده هيكون الوسع بتاع مكان حردة الإبط او حردة الباط بتاعي. طبعا احنا عارفين ان مفيش كم في الإسدال، فده هيكون يعني مكانه. نزلت 25 سنتي، سوري. وبعدين اخدت علامة. طيب العلامة دي هعمل فيها هعلمها كمان بالمقص. هفتح فتحة صغنونة خالص كده، سنتي ولا نص سنتي، على الاربع تانيات اللي انا تانياها، زي ما هو باين معاكم كده، عشان بعدين هتفيدني في حاجات تانية. ابقى عارفة مكان الكم بتاعي هركبه فين كده. في حاجات كتير هتيجي هتفيدنا قوي الفتحة دي. بس كده. نبدأ بعد كده نقص الرقبة الخلفية. والرقبة الخلفية بقصها على الأربع تانيات اللي أنا تانيهم القماش، يعني على القماش كله عادي جدا.
طيب قبل ما اقص الرقبة الامامية هنعمل حاجة. انا عندي القماش زي ما قلنا تنيناه على 4. حلو معايا 4 حتت. طيب في منهم 2 اللي هي الجزء الخلفي للقماش للإسدال، وفي 2 الجزء الأمامي. طيب أنا في عندي 2 هنا متوصلين ببعض. حلو كده. نروح نعمل ايه؟ نفكهم عن بعض بس بكل بساطة وسلاسة. فكناهم كده عن بعض، بقى عندي ايه؟ ال4 كل واحدة لوحدها اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد الجزء التاني والتالت ده واروح سحباه من القماش. امسكه كده وامسك القماش من قدام واروح سحبه الجزء ده، والجزء ده بتاع الرقبة الخلفية اللي احنا قصيناها اهو لو شايفين. ابدا اظبط كده، اشد شويه بس وابدا ايه اظبط عشان اقص الرقبه الاماميه زي ما باين كده. نظبطها شويه القماشه قبل ما افك، يعني قبل ما اشيل كله ومش عارف ايه والجو ده، لا. وانا لسه ايه على الترابيزه وانا قاعده كده اظبطها بس جنبي، ونبدا نقص الرقبه الاماميه كمان اهو زي ما انتوا شايفين معايا. بس كده نشيلها، وبعدين ايه نفك الجزء الامامي من الجزء الخلفي الاسدال بتاعي. نطلعهم كده من بعض وايه نشيل كل واحد لوحده اهم طلعوا عندي. طيب بصوا هنعمل ايه بعد كده. انا هجيب الجزء الامامي بتاعي واروح فرداه. حلو، افرده على الوش واروح كمان فردة الجزء الخلفي بتاعي عليه. هنعمل حاجة بسيطة كده قبل الخياطة وقبل كل حاجة. عايزين نعرف مقاس باقي الكم بتاعنا. نعرفه ازاي؟ قبل ما اخيط، قبل ما اعمل اي حاجة، عشان الحاجة ما تكونش تقيلة عليا، وعشان اخد كمان يعني اعمل كل خطوات القص كلها مرة واحدة ورا بعض. وده بيسهل جدا ان احنا نقص كله ورا بعض وبعدين نخيط كله مرة واحدة. ده بيريح جدا. يعني انت كمان ممكن تقصي في ساعة وتعملي الخياطة تاني يوم مثلا براحتك على مهلك. المهم هنعملها ازاي بقى، وهنقيس الكم بتاعنا ازاي. الكم بتاعنا او زي ما احنا عارفين الاسدال بيكون الكم بتاعه واقع شوية كده، اللي هو عند الكتف، مفيش كتف. طب علشان اعرف الباقي، ما هو هيبقى في حتة واقعة كده نازلة من على الكتف بتاعي، اعرف الباقي ازاي؟ اروح جايبة القماش زي ما انتوا شفتوا كده واروح احط وش على وش كأني هخيط عادي، بس انا هثبت الحتة بتاعة الاكتاف بس، اللي هي الحتة دي اثبتها بدبابيس. فاهمين معايا؟ اثبت بدبابيس واروح البسها عادي جدا، اروح احطها عليا كده والبسها. انا هوريكم ازاي. المهم اهو بوريكم ان هو وش في وش، واحط ايه دبابيس بس عند الاكتاف. بعد كده انا حطيت عندي عليا اهو الاسدال عليا انا اهو. طبعا انا بوريكم هتعملوا ازاي، بس انا عملت طبعا ده مع ماما لان الاسدال ليها. وهنقيس او هنخلي حد عندنا في البيت يقيس لنا باقي الكم هيبقى قد ايه. حلو كده. طيب انا عايزه اعمل حركه لذيذه كده في الكم. عايزه الكنار كله يكون من فوق ويكون من تحت كمان، يعني هنرسم الاسدال بتاعنا. طيب علشان اعمل كده اعمل ايه؟ انا جبت باقي القماشه، فاكرين اللي احنا طلعناها الحته الفاضله هنعمل منها الكم والطرحه لو فاكرين، جبتها وجبت الكنار قصاد الكنار. احاول اظبط الرسمه بتاعتي قصاد الرسمه بتاعتي عشان لما اخيطهم بعد كده هتحسوا كأن عادي، كأن دي كلها ده كم واحد، ده انا ما خيطتش 2 في بعض. المهم هاجي بعد كده، فاكرين العلامه اللي قلنا هنستخدمها كتير بعد كده؟ ده اول استخدام. قدام العلامة دي اللي احنا نزلنا 25 سنتي فيها واخدناها، هروح اعمل علامة صغيرة.
حلو كده. وهتأكد برضو بالمزورة انها 25 سنتي. انا عارفة ان انا واخدة 25 سنتي، هتأكد. ما تأكدش ليه؟ طول ما في ايدك حاجة تعمليها عشان تتأكدي وتطلع الحاجة مظبوطة اعمليها. المهم اخدت علامة كده ورحت الناحية التانية. انا اتأكدت انها 25 سنتي بس ما صورتش، فروحت عملت الناحية التانية من القماش 25 سنتي، يعني نزلت 25 سنتي واخدت علامة. بعد كده بالمزورة او بالمسطرة عندك، وتروحي توصلي العلامة دي بالعلامة دي كده بشرط شرط 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 صغيرة اللي هي مكان القص، عشان بس يعني لما تيجي توصلي ما تبقاش فيه حتة نازلة حتة طالعة، لا انت عارفة ماشية رايحة فين. حلو كده اهو. باخد العلامات بتاعتي. بعد ما خدت العلامات اهو لو باينة عندكم، هبدأ اقص الكم بتاعي. طيب بصوا ايه عشان نكون واضحين، انا كنت واخده مقاس للكم الطول بتاعي، طول الكم اللي انا كنت هحتاجه علشان اكمل كم الاسدال انا واخداه لو فاكرين. طيب انا علشان اظبط الرسمه بتاعه الاسدال في الاخر، اتنقص معايا 10 سنتي عن المقاس اللي انا واخداه. يعني انا قست الكم ده حلو اللي احنا اخدناه، اللي انا قصيته اهو دلوقتي قسته، وانا كان معايا مقاس انا واخداه، فراح طلع ناقص ايه 10 15 سنتي. تمام. المهم هنشوف الحتة دي بعدين. عندي احنا تانيين 4 تانيات، فهنفصلهم برضو عن بعض. اهو فصلناهم كده عن بعض عشان يديني ايه كل كم لوحده. اهو كده ادي كم وادي الكم التاني. حلو كده. طيب نرجع بقى ايه للحتة اللي كنت بشرحها يعني. ادي الكم بتاعي حلو وقسته، وزي ما بقولكوا كان ناقص 10 15 سنتي على المقاس او على الطول اللي احنا كنا واخدينه عشان نكمل الكم بتاعنا. طيب بكل بساطة رحت اخدت القماشة اللي فاضلة عندي المسكينة دي بتاعت اللي هنعمل منها الكم والطرحة، وقست 15 سنتي 15 سنتي سوري، وايه قصتها بس عادي جدا. ما نعطلش، احنا ما بنعطلش، بس علشان الكم بتاعي. وانتي على فكرة لو القماش يعني كان مظبوط معاكي ومقاس ايدك مثلا اصغر شوية، على فكرة مش هتحتاجي الخطوة دي خالص، مش هتحتاجي تاخدي زيادة مثلا او اي حاجة، لا عادي يعني هتعملي باقي الخطوات على الكم الاساسي اللي احنا اخدناه من شوية. حلو كده. بس عشان ايه نظبط الكم بتاعنا مع رسمة الكنار عشان ما يبقاش ايه زي المترقع كده ونص قماشة من هنا ونص قماشة من هنا والرسمة مش زي الرسمة، بيبقى شكله مش لطيف خالص. المهم وبنفصل برضو اهو. دي كنا تانيين على 2 بس. حلو. الباقيين احنا تانيين على 4 و4 في الاسدال، وتانينا برضو في الكم على 4. هنا تانينا بس على 2 عشان هي كبيرة يعني. المهم باقي القماشة بقى اللي فضلت معايا هي كانت صغرت بقى من كتر المرمطة فيها يا عيني، فروحنا عملنا ايه فصلتها بالنص علشان هي عريضة، فاحنا عايزين نخليها ايه مش عريضة قوي بس طويلة، لان طرحة الاسدال بتكون طويلة. فعملت ايه قصيتها كده، فصلتها تنيتها بنص يعني، وفصلناها او قصناها يعني، بقت ايه نص ونص. نروح مشبكينهم في بعض اهو، نص ونص مشبكينهم في بعض كده ايه بالطول عشان ايه تبقى طويلة معايا. هوريكم ازاي هنشبكهم مع بعض، كان بطريقة لذيذة جدا ماما هتوريها لنا. الحتة دي مش باينة بس انا كنت بحاول اشرح لكم يعني. مهم هنشوفها بعدين. طبقنا كده الحتة دي، ودي خلاص بقى للطرحة نشيلها على جنب، مع اني هحتاجها بعدين بس يعني معلش هي الحتة دي تعبت معانا شوية. المهم بقى اهي بقى احتياجنا ليها للمرة ال20,000. انا عايزة اعمل الفورم.
الانفورم ده هو ايه يا ست الكل؟ نظافة الرقبة بتاعتي، عشان الرقبة ولا تنسل ولا تتبهدل ولا يحصل لها حاجة، يبقى شكلها كده لذيذ وأنيق. نعمل لها انفورم. الانفورم ده هنعمله ازاي بقى؟ هنجيب الرقبة بتاعتنا اللي احنا عملناها، الرقبة الأمامية، ونحط الخط المستقيم عند الخط المستقيم اهو زي كده ما هو باين معانا، ونظبط الكتف بتاعنا كده يبقى ايه مظبوط، ونبدأ نشف. احنا حرفيا هنشف الرسمة بتاعت الرقبة الأمامية، هنشفها نعملها كده ايه خطوط، خطوط صغننة كده مثلا، او نرسميها عادي كده بالظبط. وبعدين ايه هنشيلها. نشيلها كده، وبعدين نرسم 2-3 سنتي على بعد الحتة دي او القوس اللي احنا اخدناه من شوية. 2-3 سنتي مش مهم يعني، هو كده كده ايه كل ده هيكون من جوه الإسدال بتاعي. هنبدأ نقص. اهو طلعت معايا. احنا ماما كانت بتفكرني ايه قبل ما نركن الحتة دي نسويها كده، يبقى احنا خلصنا ايه كل القصاصة. نسوي بس الحتة دي اللي هي ايه الطرحة اللي تعبت معانا، كتر خيرها والله. نشيلها كده خالص، وادي الانفورم بتاعنا نركبه مع بعض دلوقتي. طيب بص، اول حاجة هنعملها نتنيه كده وش في وش، اي خياطة زي ما اتفقنا نعملها وش في وش ونخيطه. حطيته بعد كده على الجزء الامامي او الرقبة الامامية اللي عندي برضو وش في وش، ودبسته وهروح اخيط عادي. بس اهو بعد الخياطة هنعمل ايه بعد كده؟ بنروح نقلبها. مش هنسيبه كده، اه صح، قبل ما نقلبها بنعمل ايه؟ شرط صغنونة. الشرط الصغنونة دي بتعمل ايه بقى؟ ايه فايدتها يا ست الكل؟ دي بتخلي الرقبة بتاعتك مرتاحة معاكي، مش مكلكعة، مش مضايقاكي. شكلها برضو ألطف نوعا ما يعني. آه اهم حاجة انها بتخلي الرقبة مرتاحة كده، مش مضايقاكي في اللبس، يعني بعيدا عن الشكل بقى والمنظر والجو ده، بس هي بجد بتخلي الحاجة، عشان احنا هنتني، فاحنا هنتني على حاجة قماش من جوه هيبقى مكلكع ومش عارفه مضايقك كده وحوارات، فلا، حاجة بسيطة بس بتفرق والله. بعد كده هنتني كده، نتنيها كده لجوه، وبعدين ندوس ايه عليها بالمكنة كلها بقى كلها، يعني نتني حتة ونخيطها، نتني حتة ونخيطها اهو كده. طيب بعدين بعد ما عملتها رحت جبتها وجبت الجزء الخلفي بتاعي، ورحت حطيت برضو كتف على الكتف ووش في وش، ونحط دبابيس. نحط دبابيس اول حاجة على الكتف اهو زي ما انتوا شايفين، نظبط الاول القماش كويس، الكتف في الكتف. اهم حاجة لو ظبطنا الكتف في الكتف بعدين يعني باقي القماشة كلها هتتظبط الاتنين على بعض.
وحطوا دبابيس يا جماعة، يعني القماش الناعم ده ممكن يفلت منك تحت المكنة عادي جدا، فحطوا دبابيس. وانا بحكي عن تجربة بقى، يعني الواحد هو بيتعلم بيعيش تجارب كتير قوي رخمة، وفك غرزة المكنة صعبة قوي على فكرة، يعني بجد صعب. فاحنا من الاول كده نحط دبابيس، خلينا محترمين ومؤدبين، نحط دبابيس ما فيش مشكلة يعني، مش هنخسر حاجة. نيجي بقى ايه فايدة العلامة اللي خدناها للمرة المليون. نيجي بعد، يعني ده في الجنب، نيجي بعد العلامة اللي احنا خدناها ونخيط، نحط دبابيس ونخيط بعد العلامة، مش قبل العلامة، عشان تلاقي مكان يا حبيبتي تحطي فيه الكم بتاع الإسدال. شطار حبايب قلبي. كده نحط دبابيس لحد آخر الإسدال، وحطوا دبابيس للمرة 1000، حطوا دبابيس يا جماعة. الشاطر واللي لسه بيتعلم يحط دبابيس. كلنا عارفين ان غرزة المكنة فكها صعب، والقماش اصلا ده ناعم، يعني القماش الفسكوز ناعم قوي، يعني مش حاجة تقيلة مثلا هتبقى ماسكة نفسها، لا هعرف اتحكم فيها، مش لا، القماش الصيفي عموما بيبقى ناعم جدا، والشغل عليه مش اسهل حاجة يعني. المهم ظبطنا، وبرده بعد العلامة وبروح ايه عاملة دبابيس الجنب ده زي الجنب التاني، منفرقش ما بينهم، وبعدين ناخدها ايه نخيطها بقى تحت المكنة. حلو كده. نيجي بقى لايه للكم بتاعنا الامور الحلو اللي احنا خدناه ده. الكم بتاعي احنا بنعمل ايه لما نيجي نخيط؟ بنعمل ايه؟ اهم حاجة وش في وش، ونحط وش في وش. طيب انا بوريكم هنا احنا هنخيط من فين، لسه ما قلبتش وش في وش. هنخيط من فوق وهنخيط من تحت، لان في جنب هيدخل في الكم بتاع الاسدال، هيبقى يعني في الاسدال، وفي الجنب التاني هيدخل من ايه، هنحط له الاستك هيدخل فين. المهم هنخيط من فوق وهنخيط من تحت، وزي ما قلنا الخياطة بتكون ازاي، وش في وش، وش في وش، ونحط دبابيس. هي حاجات والله تبان بسيطة، بس لو حد لسه بيتعلم هتفيده قوي يعني. وانا عارفة بقى، يعني انا عارفة في حاجات كده الواحد لو ما عندوش اي خلفية عن التفصيل والخياطة ومش عارف ايه والجو ده، في حاجات هبلة ممكن تفلت منه. ف عادي يعني، احنا بنقول ده للكلام يعني للبنوتات اللي لسه بتبدأ ولسه بتاخد خبرة كده زي عادي. الناس الكبيرة على عيننا وعلى راسنا يتجاهلوا الكلام ده. وندبس دبابيس المرة التانية، المرة المليون، أهم حاجة الدبابيس. نحط دبابيس كده من فوق ومن تحت، ونخيطها على المكنة عادي جدا. انا حطيت دبابيس وركنتها وعملت ايه نفس الحاجة في الكم التاني، ما بنفرقش ما بين الاخوات، احنا حطينا برضو وش في وش، وحطيت دبابيس ونخيطها ايه تحت المكنة من فوق ومن تحت. الخياطة تكون من فوق ومن تحت بس. طيب اهو بعد ما تخيط هنيجي بقى ايه للجزء اللي احتاجناه او اللي انا احتاجته. لو انتي الكم معاكي كده طوله زي الفل، خلاص يبقى انتي كده زي الفل، مش محتاجة الخطوة دي. نيجي بعد كده لايه الحتة دي هنعملها ايه. انا ظبطت الاول، انا شفت ايه الشكل اللي انا عاوزاه يكون فيه الاستك وكده يعني. المهم رحت خيطته. بصوا بقى بعد كده هنتني تانية، نتني تانية كده على سن الابرة زي اللي عملناه في الرقبة اهو. شايفين عملت هنا تانية على سن الابرة، وكمان تنيت القماش اللي جوه علشان ما ينسلش مني، تانية صغيرة قوي داير ما يدور كده. عملت الحاجتين يعني، التانية
التانية على داير ما يدور، والحتة الخط اللي خدناه من فوق برضو بيدي شكل حلو، يعني بعيدا عن اي حاجة هو بيدي شكل حلو، كأنك عاملة مجهود بقى في الحاجة، او انتي عاملة مجهود طبعا، بس يعني ايه، كأنك يعني حاطة كده عاملة فيه حاجات كتير وبتاع. تمام. هناخد بعد كده ايه، ماما تورينا ازاي نحط الاستك، علمتنا طريقة خطيرة، يعني انا اول مرة اشوفها، او انا كده كده بتعلم، بس يعني بالنسبة لي اسهل بكتير من تخيلي انا ان احنا ازاي نحط الاستك. طيب بص، اول حاجة عملتها جابت كده الاستك وقاسته على ايديها، وبعد كده تنيته تانيتين مرتين يعني. حلو، استك عادي اهو. وهتتنيه مرتين وبعدين تشده جامد علشان تتأكد ان هو مش هيتفلت. طيب والحتة بتاعت الاستك اللي فضلت من فوق دي قصيتها عادي. طيب بعدين حطيتها كده جوه التانية، شايفين التانية اللي كانت اتعملت معانا، حطيتها كده جوه وهتخيط زي ما انتوا شايفين، هي باينه قوي، مش محتاجه يعني شرح وفتي مني، بس اهو. هتحطها كده وبعدين تلف الاستك الدايره بتاعتنا اللي عملتها، وبعدين تخيط، تلف الاستك وتاخد قماش وتخيط، شايفين كده، تاخد قماش وتلف الاستك وتخيط. طبعا طريقه خطيره، ممكن يكون في ناس عارفاها، بس انا بصراحه اول مره، او يعني حتى تخيلي كده ودماغي ما جابتنيش ان انا ممكن احط الاستك بالشكل ده. اهو كده نفس الحاجة لحد ما تخلص، وانتي بتعملي الاستك كده وبتركبيه كده، هتلاقي اصلا القماش بدأ يتكشكش معاك كده وبقى شكله خطير. يعني هي دي المتعة الصراحة، يعني تشوف الحاجة بدأت يطلع منظرها كده او يبان شكلها. شايفين اهو بدأت تكشكش، هنا بتحس انك عملت حاجة. هو انا ما عملتش حاجة، بس ماما اللي عملت، بس يعني ايا كان هنا بتبدأ تحس ان الله في منتج انت طلع، في حاجة انت عملتها، تحس ان الله جميل، يلا نكمل. بس هتكمل باقي الكم او باقي الاستك بتاعي اهو، وبعدين هنبدأ نركب الحتة دي، او هنعمل التانية الاول، هنعمل التانية زي اختها بالظبط، ما بنفرقش ما بين الاخوات زي ما اتفقنا. اهي طلعت معانا، بصوا ازاي شكلها لذيذ، في كشكشة كده لطيفة، هي عسولة اوي. ادي الاتنين طلعوا معانا، ونبدأ ايه بقى نركبهم في الكم. نركبهم في الكم ازاي بقى؟ انا الصراحة استغليت ان هي قعدت على المكنة، قلت لها بقى كملي جميلك بقى معانا يا ست الكل كده، وخلصلنا الكم. فهي اهي بتورينا ندخل ازاي الجزء ده. طبعا انت لو مش محتاجة الجزء ده والقماش كفة معاكي، والله ما هتحتاجي تعملي كل ده، يعني فاهمة، هيبقى انت الكم بتاعك كده خلص، هتركبي الاستك والكم بتاعك كده زي الفل وخلص. بس اهو اوريكوا هنا دخلت عشان يبقى القماش وش في وش، العدلة في العدلة، وحطت الخياطة اللي عند الجنب عند الخياطة اللي عند الجنب، وايه اخدت تحت المكنة وايه هتخيطها. هتعمل كده برضو في الكم التاني، نفس الحركة، هتدخله عشان يبقى وش في وش، العضلة بتاعته في العضلة بتاعته، والخط بتاع الجنب في الخط بتاع الجنب. ولو عايزة تحطي دبوس حطي دبوس، بس هي ايه عملتها على طول. هنخيطها، نحط بقى ايه الكم بتاعنا اهو شكله، نحطه بقى في الإسدال، يعني يلا خلينا ننجز. هنحطه بنفس الطريقة اهو، تورينا عشان يبقى ايه وش في وش. حلو، العضلة بتاعت القماش في وش العضلة بتاعت القماش، وبعدين تاخد برضو الخط بتاع الجنب، خيط الجنب في خيط الجنب،
نحط دبوس ونخيط بأي خياطة. بنعمل فيها ايه؟ بنخلي وش في وش، ولو هنركب يعني كم مثلا او كده نخلي خياطة الجنب خياطة الجنب، خياطة الكتف مكان خياطة الكتف، فاهمين؟ وبعدين اهو نظبطها الاول كويس، وبعدين نحط الدبابيس بتاعتنا. اهم حاجه الدبابيس، انت كبير بقى انت صغير، اهم حاجه الدبابيس. طول ما في حاجه في ايدينا تخلينا ما نغلطش نعملها، عشان خياطة الأكلة صعبة هتزعلنا كلنا. المهم هنا هتبدأ تخيطها برضو. نحط اهو، تورينا نحط يعني خياطة الجنب في الجنب من فوق ومن تحت، يعني تبدأ تخيطها عادي جدا. كده فاضل معانا ايه؟ ركبنا الكم، فاضل معانا ايه؟ طرحة. الطرحة بتاعتي لو فاكرين بقى ايه، ان احنا بهدلناها معانا طول الفيديو فقصرت، بقى في جزء اقصر من جزء، فعملنا ايه؟ خلينا في مساحة فاضية او سنتي ما بين الاتنين، احنا مش قلنا هنوصلهم مع بعض عشان يبقوا اطول، فحطينا الاتنين على بعض وش في وش، بس خليت فيه سنتي لو باين اهو معاكم هنا في الصورة، والسنتي ده ماما اخدته وتنته وهو باين مع اهو تنته كده. وايه؟ هتبدأ تخيط الخياطة دي بديلة للسرفلة وكده. يا رب تكون باينة معاكم وانتوا فاهمين. هنبقى نعملها يعني ان شاء الله ان شاء الله في فيديو لوحدها ان شاء الله، يعني تكون بشكل اوضح من الاول بقى. انا الجزء بتاع ان انا حطيت الجزئين على بعض والسنتي ده انا صورته على فكرة، بس برضو يعني نصيب وضاع، هعمل ايه يعني؟ معلش ان شاء الله نبقى نعملها في مرة تاني. المهم خيطناها كده كلها على بعض، سوري قصدي كلها يعني على الطول بتاعها كله. السنتي ده تنيته مرتين لجوه، وبعدين ايه خيطت اتنين، خيط حتة حتة. بعدين ركبناها في الاسدال، وماما هنا بجد كانت بتتصور تحت تهديد السلاح. بس شايفين القمر طلع ازاي؟